السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانويه عامه 2026. زي ما انت شايف عنوان الفيديو هنتكلم عن ورقه المفاهيم، وهتساعدك جامد ان انت تستغنى عن حفظ حاجات كتير كمان. ورقه المفاهيم دي حاجه معاك تبقى معاك جوه اللجنه، وهتستخدمها عادي، وممكن تنزلها دلوقتي لو انت عايز تعرف ايه المكونات اللي فيها او ايه الحاجات اللي موجوده فيها. تخش على موقع الوزاره تنزلها. لو مش موجوده، ايه، في بوتات كتير على التليجرام، اكتب على جوجل هتلاقي كذا حد منزلها. تحميل كتيب المفاهيم ثانوية عامة، كده كده هو ثابت من 2021. يعني لو هيتغير في حاجة بيجيب لك ورقة خارجية يديها لك وانت داخل الامتحان، ما بيغيرش الكتاب ذات نفسه. مش هيطبع 700,000 نسخة. احنا 700، الدفعة كانت بتبقى 700,000 800,000، فهو مش هيطبع كل سنة 700 800,000. هي ثابتة من ساعة ما النظام ده اتعمل. تمام. تعال نخش اقول لك ازاي تستفاد منها بقى دلوقتي، وهتغنيك عن حفظ كتير لو انت كمان، بالذات لو انت بادئ متأخر او مراكم، او يعني مش او في الحفظ او مش بتحب الحفظ، بالذات في مادة الكيمياء والحديثة فيزياء والجيولوجيا. الاحياء ممكن، بس كده كده الاحياء بتيجي صعبة، طلعنا من الاحياء. ماشي، تعال نشوف الكيمياء. الكيمياء هي في العضوية أحسن ما يكون، هتغنيك في العضوية إن أنت تحفظ كمية حاجات كتير قوي. يعني المعادلات كلها تقريبا بتاع العضوية موجودة في كتاب المفاهيم. هو المطلوب منك في العضوية، لو أنت بادئ متأخر بقولكش أول ما تبدأ في العضوية أنت تخش كتاب المفاهيم، شوف اللي موجود فيها وما تذاكرهوش والكلام من ده. لأ، ذاكره. أنا بقولك لو متأخر، لو مراكم هتساعدك. ولو الحفظ بتاعك برضو ما بتعرفش تحفظ قوي هتساعدك، بس لازم تكون فاهم عشان تعرف تحفظ. يعني تكون فاهم المعادلات بتاع العضوية دي جات ازاي، عشان تعرف لما تشوف الحاجات مكتوبة تعرف تستخدمها. لو انت حافظ اللي موجود من غير ما تفهم هو مكتوب ليه اصلا، مش هتعرف تستخدمه في الامتحان. فانت لازم تفهم العضوية، ولو انت مش قوي في الحفظ المعادلات موجودة في ورقة المفاهيم، هتجيبها كلها موجودة في ورقة المفاهيم. الفصل الاول والتاني برضو في الكيمياء كلهم يعتبر، يعني 90% الكلام اللي موجود في الكتب موجود في ورقة المفاهيم في الفصل الأول والتاني. الفصل التالت والرابع مش قوي، بس في الجدول اللي هو بتاع التعليم بتاع الكهربية ده كان موجود، لو انت عايز تعرف مين أعلى من مين والكلام من ده. ماشي. في حاجات موجودة فيها، بس التالت والرابع أصلا معتمدين على الفهم كتير، معتمدين على الفهم أكتر من الحفظ. أما العضوية الحفظ مثلا 50، الحفظ والفهم بيكملوا بعض. الفصل الاول والتاني كلهم حفظ، فانت الاول والتاني حلوا لك المشكله وموجودين في وقت المفاهيم. دي كده الكيمياء. خش على الماده التانية وهي الجيولوجيا. الجيولوجيا مفيش حاجه هتبقى من براها، الامتحان كله هيبقى جاي منها. في امتحاننا هو سؤال واحد اللي كان من بره كتاب المفاهيم، وكان تقريبا اللي كان سامع جيو ماجد او كان بياخد مع جيو ماجد كان قايله كمان، كان جايبه في الاسئله. لو انت اصلا بتبصمج الاسئله وانت الامتحان كله كان جاي من وقت المفاهيم والاسئله اللي احنا حليناها. حتى امتحان السنه اللي فاتت بتاع الجيولوجيا بالذات جاي من السنين السابقه كلها، جاي من الامتحانات بتاع السنين السابقه، وجاي من النماذج الاسترشاديه اللي بتنزل لكم. في نماذج استرشاديه بتنزل كل شهر والكلام من ده. كان نازل 5 امتحانات لكل مادة السنة اللي فاتت. تمام. دي الجيولوجيا. الفيزياء هتفيدك في الحديثة، بس في قوانين مش هتبقى موجودة. بس لو انت في القوانين اللي مش موجودة دي اللي انت بتستخرجها، دي اللي انت يعني بتجيبها من القوانين اللي هو مديها لك. لو انت بقى فاهم ايه اللي انت بتعمله، فهي القوانين دي لو انت هتساعدك اول ان انت تطلع قوانين تانية. لو انت فاهم هتطلع القوانين الباقيه من القوانين اللي موجوده دلوقتي عندك في الحديث. الكهربية عشان ما اكونش اكدب عليك ما استفدتش منها اي حاجه. العربي ممكن الادب كان كويس. في العربي كان كاتب لك الخواص بتاع كل اسمه ده، كان كل معرفش كانت مدارس الخواص بتاع كل مدرسه كانت موجوده في العربي بالذات الادب. الانجليزي ما اعتقدش ان هو ممكن يستفاد منك في حاجه، عشان معظمه هو يبقى كاتب لك الجرامر، وهو كده كده اصلا معظم الانجليزي بيبقى متحرر، فعربي وانجليزي اكيد مش هستفاد منهم حاجه. امال كيمياء، جيولوجيا، فيزياء، احياء، في اللي موجود في كتاب المدرسه. بس انت بقى لو راجل بقى او انت كده 100 طلعه بقى واستفاد منه في الامتحان. بس كده.
ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. كوباية الشاي ساعت عادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.